ازيكم يا شباب؟ الاخبار عاملين ايه؟ تاني كل سنه وانتم طيبين ومبروك للزملكاويه. اوعى حد يحاول يبوظ فرحتكم. الناس دي ناس تعبانه، ناس كلهم شغل، انا اسف، شغل نسوان وكده نسا وقله ادب. وسبحان الله فجاه كده دايما تلاقيهم قبل اي مصيبه يبقى هم محضرين حاجه ليه. اتغلبوا مثلا او ضاع عليهم دوري يطلعوا مثلا صفقه. الزمالك قدام على دماغهم في حاجه يطلعوا صفقه. الزمالك مثلا اخر بطوله يطلعوا صفقه. هم كده، هم من ايام لما اتعملوا. فالنهارده حتى طالعين في مطلعين الجعان او مسيلمه الجعان. طبعا كل كلام وكذب في كذب. في حاجات طبعا بيقولها حقيقيه، وفي حاجات طبعا مزود بقى التحابيش والحاجات اللي هم اللي هو طبعا انتوا عارفينها لازم تتقال يعني. وقبل ما يختم قال لك انا حابب بس اختم. انا كان الجعانين اللي عندي في العيله اهلاويه وانا عشان كده رحت نادي الاهلي يا حقير يا جعان. ده انت رحت نادي الاهلي عشان يديلك كاش؟ انت ابوك الجعان يا جعانين يا اولاد الجعانين. يلا المهم بس اهم حاجه بس جمهور الزمالك يا جماعه ما يفكوا خالص. الواد ده اخرته وحشه. حتى يعني بدون وقف انا يعني الراجل ده هو والجعان ده هو وابوه اكيد هيقعدوا في نادي الاهلي او نادي الاهلي هيبيعهم يعني اي يعني حاجه من الاثنين ان شاء الله. فما افرحوا يا جماعه، اتبسطوا. هنا فلوريدا كلها زملكاويه. امريكا كل يعني مش طبعا انا مش هافر برضه. بس انا من اللي انا شايفه لا يا جماعه احنا بالهبل يعني. انا هنا لما اشوف هنا حد مصري حاجه من الاثنين، يا زملكاوي يقول لي ماليش في الكوره، ولو ماليش في الكوره دي بيبقى غالبا اهلاوي او مالوش في الكوره خالص يعني. يقول لي انا ماليش في الكوره بس يعني مش عارف ايه الاهلي كده 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 بيب بيب. هو حتى اصلا هو قال لي اهلاوي انا عارف ان هو بيب بيب. ف يعني ان شاء الله اللي جاي كله خير نادي الزمالك. وانا بقول لكم كده كده الواد ده هيتوقف. لان هو اول حاجه اساسا كان متغيب 26 يوم الجعان ده، فلازم هيتوقف. ادي اول قضيه بدون بس تدخل في تفاصيل عشان انا دخلت بكده في تفاصيل في الموضوع ده. فهو هيتوقف 26 يوم غير مع النادي بتاعه، ضايع النادي بتاعه، اذى النادي بتاعه، فهيتوقف. طبعا الاتحاد الكتكوت اللي عندنا ده الفاسد لغايه دلوقتي سبحان الله ما حدش قال له حاجه. لكن ده لو كان بيلعب في النادي الاهلي وغاب يوم كان اختفى هو واللي جابوه. لكن طبعا بيلعب في اي نادي تاني مش مشكله بقى عادي. وطالما هيلعب في نادي تاني وهيروح النادي الاهلي لا ده يتوقف مين؟ ده النادي نفسه هو اللي كان بيلعب فيه يتوقف. المهم احنا عايشين في فساد وكده كده. عشان كده بقول لكم احنا بس بنستف ورقنا وبعد كده نطلع على الفيفا يا باشا. الفيفا هناك كلمته على لعبه الكل يعني. الحاجه التانيه برضو الناس كانت تقول لك اصل انت كذاب، قلت ان هو هيتوقف ومش هيلعب في امريكا. انا قلت ايوه، قلت هو لا بص عشان برضه بص حتى التحويش في الكلام. انا دايما قلت كنت بقول انا ما بوعدش حد بحاجه وبس بعمل اللي عليا وهفضل اعمل اللي عليا لغايه اخر وقت. فانا برضه انا وكل هنا زمايلي وحبايبنا هنا الزملكاويه عملنا بلاغات في زيزو. قلنا ان هو معاه فيزا قلنا بقى القصه انتوا عارفينها دي. فلو دخل يبقى الراجل دخل قانوني تمام. فازاي ده هو دخل قانوني وهو على قوه نادي الزمالك؟ بس ده اللي بتكلم فيه، فهمتوا؟ فقلت في الحالتين هو هيتوقف. ده المعنى الكلام يعني. فاللي هو لو دخل بفيزا غلط هيتوقف، ولو دخل ولعب بعد كده هيتوقف لان هو دخل بفيزا غلط. دي فيزا ما ينفعش كان ياخدها في الوقت اللي كان بيلعب فيه في نادي الزمالك. زي مثلا دلوقتي اللقاء المسجل ده يعني. حتى بصوا يا جماعه، بص حتى التخلف بتاعهم، بس هو ربنا الحمد لله بيوقعهم في شر اعمالهم. الراجل جعان ده المفروض ان هو مضى النهارده اللي هو 6/6. سبحان الله بقى مضى النهارده وعمل لقاءين واتفق يعني. المفروض ان هو ان هو بقى لغايه امبارح كان على قوه الزمالك. بس سبحان الله بقى كان ماشي كده في الشارع كده بعد الساعه 12 لقى النادي بيقول له تعالى يا حبيبي انت عاوز تلعب معانا؟ قال له عايز العب معاكم. طب تاخد كام؟ تاخد كذا. تيجي تعمل لقاء؟ اعمل لقاء. تيجي كل ده اتعمل النهارده في حوالي 6 4 ساعات. بعد كده طلع على المطار وطلع الفيزا برضه النهارده. سبحان الله فعلا احنا في زمن المعجزات. عشان كده بقول يا جماعه الواد ده اخرته وحشه. هم بغبائهم هم يعني عشان عاوزين بقى يشغلوا نسوان وكيد نسا. لا بالعكس، هم بالعكس اصلا كان ممكن يعملوا الصفقه دي يعملوها دلوقتي. بس يعلنوا عليها بعدين ومش عارف حتى لما يجي يتكلموا يقول لك لا احنا اعلنا مثلا يعني يوم 10 يوم 12 فهو على الاقل يبينوها لا حاجه طبيعيه ان هو مثلا كان في وقت فعلا تفاوضوا فيه. لكن ده كل حاجه طلعت والبرومو طلع وكل حاجه طلعت في الساعه 12 ودقيقه. ايه ده؟ فده ان ده اللي يدل على التخلف. طبعا هنا في مصر بيجي تعمل تحقيقات وتيجي تعمل قضيه معاهم هنا في القضاء المصري بتاعنا هيقول لك انت عبيط ولا ايه؟ انا هطلع قرار النادي الاهلي. ما هو حاجه القاضي بيبقى الناس دي حاجه من الاثنين، ما هو خايف يتشال من مكانه وما اعرفش ازاي اساسا قاضي يخاف يتشال من مكانه، او هو قاضي للاسف يعني بيحكم بانتمائه. فايا كان برضه ده برضه مش يعني ما يهمنيش دلوقتي. اهم حاجه انت تستف ورقك هتروح للقضاء اللي مش هينصفك كالعاده. وبعد كده تطلع على فيفا يا باشا تاخد احلى حكم على الناس دي كلها، سواء بقى لجنه التظلمات ولا الفاسد احمد دياب وثروت سويلم ولا الاتحاد. كل القرف ده هيتشال. كل القرف ده اي قرار يطلع اللي هو من رابطه التخلف بتاعها ده والاتحاد وكل ده كل ده يا باشا خدوا كده، خد الكلام بتاعهم انت اصحاب بتاعتهم ترجمها. انت معاك لوائح، انت اقوى من الناس دي كلها باللوائح.
لائحه الدوري المصري بتقول لك الدوري يخلص او الموسم يخلص مع الدوري واخر ماتش في كاس العاصمه. الفيفا نفسها بتقول لك انا الحاجه اللي كمان ان انا اللي عندي السيستم بتاعي اللي انا بمشي بيه وهو ده اللي انا بعترف بيه، حاجه اسمها TMS. تمام، ده اللي احنا متسجلين عليه لغايه يوم 30/6. فاللي عاوز يصدق دلوقتي يصدق، عشان انتوا برضه ايه نفس الناس ونفس الغباء. عارف انت ايه اللي هو كان في مسرحيه كده، كان في نكته يجي لك ايه تراهني اديه تاني على قفاه، وهو يروح يديه تاني على قفاه فعلا. فانا بقول لكم تراهنين ان احنا هنديهم تاني على قفاهم. زي ما النادي الاهلي خسر اخر 5 قضايا ليه في الفيفا، ومنهم قضيتين كان واخد بيهم حكم في مصر، قضيه كهربا وقضيه عبد الله السعيد. وحتى كمان قضيه كهربا كمان عشان كانت متعلقه بنادي الزمالك. بص بقى اوهموا الخرفان بتوعهم ان هم بيب الله يا خطيب ان هو ايه، لا 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 دي مالهاش دعوه بالنادي الاهلي. قصدي ده اللاعب موقوف عشان هو كان عنده مشكله مع نادي تاني. ايه ده يا ابني؟ ما هو توقف، هو عندك، هو توقف، هو لابس تيشيرت النادي الاهلي كده توقف وما لعبش، وانا خسرتك وخليته يدفع غرامه انت اللي دفعتها له كل ده، وعادي يقول لك ايه لغايه النهارده تيجي تكلم حد في الكهرباء يقول لك ايه لا لا اصل هو ما كانش في النادي، ما توقف عشان بسبب تاني يا عم باي سبب باي داهيه توقف. هو بيلعب فين؟ ومين النادي اللي اتاذى وما خدش بس بخدماته؟ هو النادي الاهلي. مين النادي اللي كان بيدفع مرتبه على الفاضي؟ هو النادي الاهلي. فبرضه انت عشان كده بقول لك ايه، فكك خالص من اللي بيتقال. استمتع بالعيد، استمتع بالبطولات اللي احنا عملناها، استمتع باحلى كاس مصر، كاس نظيف نزيه مفيش القرف ده. فاستمتع، وان شاء الله كمان هم دلوقتي فرحين بالدوري ده، ربنا لسه بقى يعني. انا بقول لك بنسبه كبيره جدا طبعا برضه اهو، مش بقى انا بقولش 100% عشان الله اعلم اللي يحصل، برضه كل حاجه ده في علم الغيب. بس من واحد شايفه ومن القوانين، لا النسبه الكبيره ان شاء الله الناس دي هيتخصم منهم 3 نقط والدوري هيتسحب منهم ويروح لبيراميدز. هيبقى بقى من احلى ايام حياتي بقى. بص بقى واحد بقى، بصوا ده هتبقى حفله يا جدعان، والله هتبقى حفله، بس تيجي بس ان شاء الله عشان ايه نديه مع دماغهم. و اتبصوا يا جماعه مره واثنين وثلاثه وما نكونش دعوه بالبيب دول، ده شغل نسوان وكد نسا وقله ادب، مالناش دعوه بيهم. احنا هنتبسط وهنزود بطولاتنا وبالحلال وبالطريقه وبالطرق الرسميه. هم بقى بالشمال والطرق دي، وحتى هم بيقعدوا يا راجل دول بيقعدوا في الناحيه الشمال. انتوا عارفين يا جماعه الاعلام الحمراء دي زمان كانت اعلام ايه؟ اعلام البغي او البغاء. لما كانت اي واحده مثلا في عارفين انت زمان كده خالص، لما كانوا الناس ايام الجاهليه يروحوا يحاربوا. وحتى دلوقتي يعني انت يعني هقول لك يعني لما كانوا يروحوا يحاربوا تلاقي ست مثلا مشتاقه لحاجه وتقوم رافعه الرايه الحمراء، وما واحد يجي ايه عامل معاها الصح. فبقت من هنا بقى ايه اخدوا الرايه الحمراء دي حاجه ايه يعني، اللي عاوز يتبسط يروح المكان ده. زي انت دلوقتي برضه، انت دلوقتي رحت اوروبا ولا حاجه تلاقي ايه اي حاجه فيها بيت احمر كده، تعرف ان هو البيت ده بيقدم الحاجات الحلوه. بلاش حتى في افلامنا لما المدير يجي يقول لك، المدير مثلا معاه واحده جوه وعاوز يتصفى بيها ايه منور اللمبه الحمراء، فهي حمراء من الاخر بقى. فهم كده هم حتى بيبصوا الاحمر عشان ايه الدنيا حمام في حمام، هم بيحبوا يتبسطوا يعني. فاتبسطوا يا جماعه وان شاء الله خير، واللي جاي كله خير ان شاء الله. وانا اتمنى فعلا بقى من ماكس ده ان هو يتعلم من اخطائه وما يحطناش بقى في مواقف بايخه يعني. بقى ما تشمتوش فينا يا جماعه النسانيس والقرود، ابوس ايديكم يعني وارحمونا من غلطات يعني. احنا مستحملينكم بس عشان الدنيا تمشي، وان شاء الله الزمالك هياخد حقه تالت ومتلت عشان عنده كذا فرصه ياخد بيها حقه ان شاء الله. ماشي يا جماعه، اشوفكم على خير، يلا سلام.